السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. أما بعد، ده هو بطيخ يا جماعة طلع أهو. البطيخ ده طالع مطرح ما كنا زارعينه في شهر 3 في الصيف. البطيخ ده رد تاني في شهر 8، بدأ يطلع بطيخ تاني في شهر 8. احنا النهاردة 25/11/2022. وبص على البطيخ عامل ازاي. يعني البطيخ في أرض المغرة الأصول ما ينزرعش غير في أول 8. أول 8 ازرع بطيخ وانت هتاخد بطيخ 10/10. شوف بص، اتفرج بطيخ لب سوبر. ايوه هي لب سوبر. شوفها في وسط الزيتون. شوف الزومية اهي، الزومية القديمة اهيت بعد ما ماتت اهيت بدأ الجدر يجدد تاني وطلع زي ما انتم شايفين الخضار وشايفين دي البطيخ اهو بالطريقة دي. شوف البطيخ هناك تاني بردك اهو. بص الزوامل اللي ردت كلها. شوف الزومة طلع، اللهم صل على النبي، ادي زومية واحدة بس هي جايبة بطيخ اهوت. البطيخ اهو جايباه كلته اهو، بطيخ اهوت. وجايبة الجديد اهو كمان. النهارده 25/11 وجايبة البطيخ اهو. شوف في أرض المغرة. يعني الأفضل وقت للمعاد لزراعة اللب السوبر في أرض المغرة اللي هو يكون 1/8. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. أما بعد، الصلاة والسلام على أشرف الخلق. باختلاف المناخ الأيام ديت ماشي. احنا النهارده في 21/11/2022. باختلاف المناخ اللي حاصل ان البطيخ دهوت احنا كنا زارعينه في شهر 3 ماشي، شهر 3/22. فما جابش انتاج في الشهر 3 خالص، لان جينا جمعناه في شهر 7 ما جابش انتاج خالص. فالزومية اللي بقت جمعناها وبقت فردت ورجعت في شهر 8. وشوف جابت احجام بطيخ ما جابتهاش في شهر 3 خالص. يعني الاصول ان نحن نتعلمه منها من دي، ان البطيخ افضل وقت له ومعاده يكون زراعته في المغرة في شهر 8. 1/8 تزرع البطيخ هناك، اللب الصوبر الجزجزي، انك تزرعه هنا في الوقت ده وهو انسب وقت. لان شوف جاب احجام بطيخ ما كانش موجوده في وقت ان هو انزرع في 15/3 اهو. تبص اهو تشوف البطيخ اهو. البطيخ اهو لسه مطلع كمان اهو الاحجام اهي. البطيخ ده كلته ترجيعه. يعني مكان الزوميه الناشفه هي، الزومه الناشفه هي موجوده اهي ناشفه اهي. وبدأ الجدر تاني يطلع تاني. وزي ما انت شايفين كده اهو البطيخ اهو راميين اهو، رامي بطيخ. وفي نفس الوقت بردك بص شوف البطيخ بردك اهو جايب بطيخ صغير اهو ماشي. وجايب اهو بطيخ بردك صغير تاني اهو. يعني جايب على طول بيجيب بطيخ. فهو افضل ميعاد ان هو ليه زراعته في شهر 8 تزرع البطيخ. شوف بص البطيخه اللي رجعت تاني اهي. البطيخه اللي رجعت تاني اهو تحت الزيتون اهو. شوف البطيخه رجعت تاني شوف البطيخ اللي رجع تاني جاب احجامه. البطيخ اللي رجع تاني جاب احجامه هو كلته هو جايب. وجايب لسه اهو. ويعني في ياما زوامي ياما بالمنظر ده كلته بيجيب احجام وبيرجع تاني كل البطيخ البطيخ اهو. شوف البطيخ. فالافضل له افضل ميعاد هو للزراعه في شهر
شهر 8.